يا سواق يا شاطر ودينا القناطر، يا سواق يا بليد ودينا انتظرونا احنا مش جايين. عبد المقصود المدير الفني للقطاع الناشئين او الفريق الناشئين النهارده اللي هيخوض اللقاء من داخل اتوبيس نادي الزمالك. كابتن احمد مساء الخير. اهلا وسهلا بيك كابتن سيف. ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام والله. قول لنا بقى الوضع. والله كابتن سيف، احنا اتاخرنا عشان اللاعيبه شطت ان هي تروح دريم بارك وبتاع وبس. طب هو حضرتك معاك فريق يا كابتن دلوقتي؟ لا، انا معايا مودي وتوتي تاني اول، وبوجي وفوفي تالتة تاني. معاك ايه يا كابتن تاني؟ معلش انا ما سمعتش. معايا مودي وبوجي وتوتي. طب مكانك فين يا كابتن دلوقتي؟ لا والله احنا دلوقتي خلاص خلصنا قطر الموت، وان شاء الله هنطلع على الدودة، وان شاء الله هنكون في ميعادنا في الماتش ان شاء الله. بشكرك يا كابتن، شكرا جزيلا. كابتن احمد عبد المقصود المدير الفني لفريق نادي الزمالك. حكوا علينا الحكم اللي جاي ده كان لازمتها ايه؟ الطيران من كل اللي منزلين في عز البرد والساعه والليله واحنا واقفين، وسيد عبد الحفيظ طبعا بيجمع اللعيبه، بيكلمهم بعد الماتش بيقول لهم عملتوا شغل حلو يا رجاله، عملتوا شغل حلو. وبعدين افرضوا ان احنا تهنا، هيحصل ايه يعني؟ هتلعب بالناشئين ليه؟ هتلعب بالناشئين ليه وتعذب العيال الصغيره ليه؟ وتيجي انت يا زمالك ما تجيش، تيجي انت ما تجيش عشان شويه مطر. بقول لك ايه؟ إرادة ربنا هي اللي نفذت كل حاجة. ونعم بالله. كمان على إرادة ربنا. ونعم بالله. يا باشا إرادة ربنا. أنا مش عامل فيلم، هم اللي عاملين فيلم. إرادة ربنا فوق كل حاجة، واوعى حد يتحدى ربنا. تاني، اوعى حد يتحدى ربنا.